عارفة يا إبرار إن في حسد وفي ناس كتير عينيها وحشة، بس العلاج بتاعها موجود عندنا، وهو القرآن والرؤية الشرعية. هنخاف من إيه بعد كده؟ هو فين ولادك؟ ولادك ما بشوفهمش خالص. اللي أنا أعرفه إن أنتي مخلفة 2. هما فين؟ وفي ناس تانية بتقول إن أنتي مخلفة 1. 5 5 5 5. ابعدي عني. قل أعوذ برب الفلق. يا ساتر يا رب. انت كده تقري كده. عيني عينك. انت يا ابن انت، يا ابن ماما. بقولك ايه، تعالى انا عاوزه اقولك كلمه. روح قول لماما ان انا ما بعرفش العب، وما بعرفش ابدا اتحرك غير لما تكون انتي معايا. جوزتهم هما الاتنين، وانا طبعا اللي اخترت العروسه. امال ايه؟ ما انا بختار لهم كل حاجه. ما كانوش يعرفوا اي حاجه في حياتهم، عشان خاطر ان انا كنت مضايقاها عليهم على الاخر. بس ده اللي حصل في الجزء الاولاني. لو حابين تتابعوه هتلاقوا عندكم الرابط في الديسكريبشن بوكس، وكملوا معايا الجزء التاني. وما تنسوش اللايك وكمان الاشتراك. كنت بخاف على ولادي، بخاف عليهم من الهوا الطاير. بس بعد الجواز الدنيا اتغيرت. مراته كانت بتقوله: وبعدين يا جمال، هتفضل قاعد كده في البيت، لا شغلة ولا مشغلة؟ هو انت مش راجل ولازم تشتغل زي كل الرجالة؟ راجل يا حبيبتي، راجل طبعا، وسيد الرجالة كمان. بس هيشتغل ليه؟ ده احنا عندنا أراضي تقضيه وتقضي ولاده. يعني خلاص، مفيش داعي أبدا يطلع من بره البيت، أحسن الناس تشوفه. يعني ايه يا طنط تشوفه؟ وايه يعني لما تشوفه؟ ما الناس كلها رايحة جاية. وبعدين انت مفكراهم لسه صغيرين؟ بتخافي عليهم للدرجة دي؟ ماما قالت لي الكلام ده، بس انا ما صدقتهاش. رديت وقلت لها: بقولك ايه يا حبيبتي، اتجوزتيه وانت عارفة ان هو بيسمع كلامي، وبنخاف كلنا من الحسد. اسكتي بقى، عيشي معانا على الاسلوب ده. وعلى العموم انا سبت بيتي وسبت جوزي كمان، وهعيش معاكم. قالت لي: يعني ايه؟ انت هتعيشي معانا هنا على طول؟ على العموم يا طنط، انا متجوزه راجل، وحابه ان هو اسمع صوته حتى. لكن الواضح ان انت عادمه الشخصيه بتاعته، وان هو مش فاهم اي حاجه. جه جنبي جمال وقال لي: ايه يا ماما؟ ايه الكلام ده؟ خليتي مراتي تبصيني ان انا صغير ومش عارف حاجه. مش كفايه يا ماما الخرز الزرقاء اللي انت ملبسها لي؟ انا هلح. قلت له: ايه تقلعها؟ انت مش عارف اللي هيجرى بعد كده. صدقني يا ابني، ده الخرزة الزرقاء دي هي اللي بتحميك بعد ربنا، انت واخوك. صدقني. وبعدين عاوزه اقولك حاجه، مراتك دي شكلها اصلا عينيها وحشه. رحت الابن التاني جميل، لقيت مراته بتقوله: ايه يا جميل، التلاجة ما فيهاش اكل، يا ريت لو سمحت تنزل، احنا بقالنا اسبوعين متجوزين ما نزلناش خالص. رديت وقلت لها: طب ما تنزلي انت يا حبيبتي، انزلي، السوبر ماركت جنبنا اهوت، وانزلي هاتي اللي انت عاوزاه. ابني ينزل وانت قاعده كده؟ لا يا حبيبتي، قومي انزلي انت. بتقولي إيه يا طنط؟ يعني انا ابقى قاعده وجوزي قاعد، وانا اللي اقوم وانزل وبالليل كمان؟ ليه ان شاء الله؟ مش متجوزه راجل ولا ايه؟ بقولك يا طنط مالكيش دعوة بينا. يعني ايه ماليش دعوة بيكم؟ لا يا حبيبتي، ده انا ليا دعوة في كل حاجة. دول ولادي، وانا كبرتهم على نظام، والنظام ده مش هيتغير ابدا. ده انا مدارية عيالي بقالي 25 سنة، خايفة عليهم من الناس والحسد والحقد. حقد ايه وحسد ايه؟ حرام عليك يا شيخة. برضو الناس حذروني منك، وقالوا لي دي واحدة موسوسة. حرام عليكي، ضيعت ولادك. ده انا لما بقول له اي حاجة بيقولي: روح اسألي ماما، ادي اخر تربيتك. وقف وقال لها: بقولك ايه، ما تزعقيش لماما كده، ماما مش حامل الزعيق ده. خلاص، ماما قالت ان انا منزلش، يبقى مش هنزل. بقولك اقعدي واهدي، ومش عايز قلق، انا كمان بخاف من الناس. يا اختي يا نغة، يا اختي يا نغة، مش عارفة اقولك ايه. خلاص، خليك جنب مامتك. انا همشي وهسيب البيت، ومش هرجع غير لما اكون راجل بجد. ومشيت فعلا، وسابت البيت، واتقابلت هي وسلفتها، والاتنين اتفقوا عليا. بقولك ايه يا اختي، حماتك دي واحدة مش سهلة ابدا،
ضيعت ولادها بالخوف من الحسد. عندك حق، دي ست صعبة قوي. ده انا جوزي ما بيعرفش حتى يتنفس غير لما يرجع لها يقول لها يا ماما اتنفس ولا ما تنفسي. لازم انا وانتي نروح ونواجهها وجولي هما الاتنين. وفضلت الكبيرة تزعق مرات جمال وتقولي بقولك ايه يا حماتي، انتي ليكي بيت وليكي جوز، جاية تعيشي معانا ليه؟ خلاص خدي بعضك وامشي. الكلام ده بقوله عشان لو ما حصلش انا هتطلق من ابنك. بجد ما بقتش قادر ابدا استحمل. قلت لها يا حبيبتي تطلقي ايه بس، الموضوع سهل. الموضوع ان انا بخاف على ولادي زيادة. بخاف من عين حد يشوفهم، حد يحقد عليهم، حد يضحك عليهم. لما تخلفي يا بنتي هتعرفي قيمة الكلام ده. انا امي يا حبيبتي وبخاف على ولادي. ابني رد عليا وقال لي لا يا ماما، ده مش خوف، ده حب تملك، قلة ايمان، الله اعلم. يا ماما يا ماما انت خليتينا فعلا الشخصية بتاعتنا مش موجودة اساسا. وبعدين يا ماما بدل ما كنت تقولي لنا خافوا من الناس كنت تقولي خافي من ربنا، صلوا، اقروا قرآن. وقالت لي مرات ابني التانية يا حماتي انتي واحدة مش وحشة ابدا، بس صدقيني اللي انتي بتعمليه ده كله غلط. كنت لازم تسيبيهم يحتكوا بالناس والناس تحتك بيهم، لكن دلوقتي هما ما يعرفوش اي حاجة. معقولة يا ولاد؟ يعني انا غلط فعلا؟ يمكن كل الناس اللي عرفتهم قالوا لي ان انتي غلط، امي وجوزي وكل الناس، بس انا من حبي في ولادي رميت كل الكلام ده ورا ضهري. قلت لا، اللي انا بعمله ده صح وبحميهم فعلا. على رأي ابني عمري ما نصحتهم وقلت لهم امسكوا المصحف اقروا فيه صلوا حتى، لا، كنت دايما بقول لهم العين هو اللي حسد، بس عمري ما اديتهم العلاج الصح. والحمد لله دلوقتي الأوهام اللي جوانا اختفت تماما لما فهمنا صح. وابني جمال بدأ إن هو يشتغل في شركة كبيرة قوي، لا وجميل، كان معد برنامج حلو والناس كلها بتحبه، هو اسمه كان مكتوب في التلفزيون. الفرح ما كانش سيعاني، كل ما أشوفهم بيكبروا قدامي وبيكبروا في المجال اللي هم فيه ببقى مبسوطة قوي، ببقى مبسوطة بجد إن ولادي بدأ إن هم يحققوا اللي نفسهم فيه، وبصراحة اللي نفسي فيه أنا كمان. بس الحمد لله دلوقتي أنا فهمت الدنيا صح وفهمت كمان الدين صح. اوعوا تخافوا من حاجة طول ما ربنا معاكم، ودايما نحلي بقنا بالأذكار. عاوز أشوف رأيكم في القصة بتاعتي.